الحضور الكريم مشاهدي قناة النيل الأزرق داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أشرعة. وهذه الحلقة ستكون في معية عوض الكريم القرشي ود القرشي والفنان الخالد عثمان الشفيع، وبصحبة ضيوف أعزاء الفنانة شذا عمر هيبان مشهورة بشذا هيبان، والكاتب والصحفي الأستاذ الدكتور مرتضى الغالي. وفي بداية الحلقة نتحدث دكتور مرتضى عن ود القرشي وكيف استطاع هذا الرجل القادم من ربوع كردفان ومن كردفان الغرم خيرا جوا وبرا أن يكون جزءا من أغنية الوسط. هذا الفنان القادم بثقافته وبتاريخه وبميراثه الإبداعي، كيف استطاع أن يكون جزءا من المزاج الموجود في أغنية الوسط وما يسمى بأغنية أم درمان؟ اهلا. هو خير برا دي مقصود بها يعني خير ظاهر للعيان. الناس بينزعجوا بيفتكروا انها دي يعني خير للاخرين. نعم. لكن الحقيقه ود القرشي ويفتكر هو من المجددين. لانه الاغنيه السنيه حصل لها تجديدين، واحد للغايه حصل من داخل الحقيبه، واخر كان في روافد. ود القرشي كان من الناس اللي لعبوا دور كبير جدا في تطوير الغني في هذا الصدد، يعني من حيث الاخيله واللغه والتلقائيه والغنائيه. يعني أنا ممكن يكون معاه في هذه المجموعة أحمد إبراهيم الطاش، ممكن يكون معاه مبارك المغربي، ممكن يكون معاه حميد أبو عشر، ممكن يكون معاه أحمد فلاح. نعم. ده الزول اللي كان شغال في السوق، يعني في العصي، وكان بيهندس العصي يعني. لكن ده قال عيوني عيونك، وده بالمناسبة ده شاعر العيون الأول. صحيح. زي ما عبد الله نجيب شاعر العيون الثاني يعني، وكان هو فعلا يعني كان خلافة مستحقة. صحيح. لكن ده الزول اللي كان بيقول عيوني وعيونك أسباب لوعتي، أسباب تشوق نظرتك، أسباب نفورك نظرتي، الحب تزيد في خبرتك، في الصدق أزيد في خبرتي. نعم. دائما أردد ذكرتك، هل مرة فوت بذكرتي؟ ودي في أغاني كلها فيها مبادلات غريبة، لكن نرجع نقول إنه هو بالإضافة إلى الرباعي اللي طلع من الحقيبة اللي هو استمر في التجديد بالمناسبة، كان لم ينقطع شيء يعني. صحيح. اللي هو ده سيد وعبيد وعبد الرحمن الريح والأمي. نعم. يعني مع القرشي ومع الطاش ومع حميد ابو عشر، دول الناس اللي لعبوا دور في النقله الجديده في الاغنيه. ود القرشي برضه يعني شوف الاغنيه السودانيه جايه مع الحرفيين. نعم. التجار والترزيه والميكانيكيه والبراده واصحاب المهن. نعم. وهم دول كانوا ناس ناشطين، الناس بيفتكروا انه يعني اغانيهم كانت جامده، بالعكس كان هم ناس اقرب ناس لمعرفه الحياه الحديثه. صحيح. والتنزه ومعرفه الحياه والخروج الى الخلاء والحدائق وكده. ود القرشي عشان كده عنده سهم وافر جدا في التجديد. نعم. بالاضافه لانه طوالي مزج كتابه الاغنيه باللحن. عشان كده مرات هو قد لا ينتبه كثير جدا انه يعني المعنى لازم يكون فيه المعنى المقصود اللغوي الابداعي المباشر، لكن يكون فيه غنائيه عاليه جدا يعني. صحيح. يقول لك معدن التهاني وكده ما مشكله. استاذة شذا، يعني مرحب بك، كل سنة وانت طيبة. وانت جايانا بذخيرة وافرة جدا من عثمان الشفيع ود القرشي وغيره من الشعراء. يعني اول حاجة نرحب بك، والحكاية دي ظاهر الاثر برضه بتاع غرب السودان، وانت من نيالا ومن كردفان. تحية للمشاهدين ونسمع العمل الاول ان شاء الله. ان شاء الله.
ترحم بك مغرم. التجدد ما أظلم والوصال يا روحي أكرم. فداري ما بخليك
سلام يا سلام. مرتضى الخدار ده في السودان، في الغنى السوداني كثير. ايوه خداري، حسن عطية، عبد الرحمن الريح، والسعدي خداري، والدلغرشي. فمسألة الخدار دي شنو يعني في الكات للخدارة نظرة السؤال. يعني حقيقة هو أنا عشان كده بقول الأغنية السودانية كانت يعني أغنية ما شوفينية نعم ولا محصورة على ملمح ولا على فئة ولا إثنية. نعم فكانت أغنية رحبة جدا يعني حقيقة كانت للأخضر وللأسمر وللأبيض، نعم وده التشكيلة السودانية الجميلة يعني. صحيح. والدلغرشي هنا برضو لاحظنا يا مرتضى دائما الجماعية، يعني ممكن خداري دي أي ناس في رحلة في جلسة بتاعت سمر في أنس ممكن يرددوا هذه الأغنية مع بعض جماعيا. افتكر دي سمة لأغلب أغاني ود الغرشي، أغلب أغاني وعندها سمة جماعية. ما أعرف جاب الكلام ده من وين، عارف الطبيعة بتاعت الجماعية والكورالية دي جابها من وين، لكن أظن هو ذات زول كان بيتحرك في مجموعة. صحيح. لأن السودان زمان كان يعني الناس بيلتقوا كثير يعني، نعم عشان كده كان في سمة بتاعت جماعية. صحيح. لكن غريب انها تظهر في الطريقة بتاعت الكلمات والطريقة بتاعت الأداء والطريقة بتاعت الألحان. نعم. عشان يعني كده ملاحظة في ود الغرشي كثيرة، يعني معظم أغانيه سهل جدا إنه الناس يرددوها، وكمان الحفظ يعني هي لأنه المقاطع بتاعتها قصيرة قصيرة يسهل حفظها وكذا. بعدين فيها الكلام العادي بتاع الكلام العادي الله يعلم شلت بالي وقلبي فر وكله زي ده الكلام الداير عند الناس، لكن لما نخش في اللحن بيدي قيمة كبيرة جدا. صحيح بيدي قيمة كبيرة. سهل الترديد يعني هو صياغة المفردات الحياة اليومية بالضبط، وتحويلها لغنى بكون قريب من وجدان الناس. برضو يا دكتور مرتضى ده نتكلم عن انه الجيل ده يعني ظهروا من بداية الخمسينات وحتى منتصف الخمسينات، كان قدامه في تحدي كبير، انه في اعمال شاهقة جدا اتعملت في فترة الحقيبة وما قبلها. فكيف الناس دول استطاعوا ان يعني رغم المنافسة دي كل واحد يضع بصمته ويضع الميسم بتاعه؟ نعم حقيقة لا أدري كيف، لكن الحقيقة كان في يعني السودان كان في بداياته على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، والاستقلال كان جديد، لكن والأحزاب ذات السياسية كانت جديدة، المجتمع المدني نعم برضو يعني كان بادي يعني. لكن الغريب انه الغنية ملت فراغ كبير جدا في الحركة الاجتماعية الفترة دي. صحيح. ودي المسألة دي ما منظور لها بصورة افتكر يعني كما تستحق، لأنه الأغنية السنة دي المناسبة حتى قبل الخمسينات يعني من العشرينات والثلاثينات والأربعينات، لأنه السودان كان ما في صوت بيعبر عن وجدان الناس ولا مجموعهم يعني، لأنه كان في الحكم الثنائي نعم بذرياته المختلفة، فما كان في تعبير عن الحياة العامة إلا عن طريق الغنى. صحيح. وعشان كده الأغنية يعني صاحبت التطور السوداني اللي حصل يعني لحظة بلحظة، في التعليم، في التمريض، في الحرب العالمية، في فتح المدارس الجديدة، في تعليم المرأة. صحيح. فبتلقى في الوطنية لما كانت سافرة ولما كانت مضمرة والتغني بأشواق الناس، وبعدين برضو بتلقى فيها آثار حتى الأزمة الاقتصادية في العالم والمجاعة، صحيح. طريقة الزراعة، طبيعتها. نعم. فهي والمديحة السودانية افتكر يعني لعبوا دور كبير جدا في تسجيل الحياة السودانية. تسجيل الحياة السودانية. نعم. برضو مرتضى في يعني كلام عن ود القرشي، يعني احنا حنستمع اللحن الجاي إله فني. هذه الثقافة يعني تقدر تقول عليها هي تجاوزت الثقافة المحلية، انه في ارباب للفن وفي يعني الاشياء دي موجودة في يمكن في ثقافات تانية زي الثقافة اليونانية القديمة. صحيح. وفي الادب العالمي يمكن. ايوه صحيح. فكيف تأتى لهذا الرجل البسيط اللي بيعمل في تجارة المحاصيل في والله في ظلم بالمناسبة تعرف في ظلم للناس الشعراء والمغنين السودانيين، لانهم كانوا بالمناسبة كأنهم ناس كونيين. نعم. فعلى معرفتهم بالوقائع المحلية والبيئة المحلية، والناس كان عندهم معرفة واسعة جدا، وما زال المسألة دي في السودان موجودة يعني حتى في الجيل السابق والسابق له يعني. صحيح. في تطلع ومعرفة بما يدور في العالم. عشان كده أنا بستغرب إنهم ناس يعني وسع الطاقة قدر ما وصل يدهم في الفنون، في الحركة العالمية، في حركة السينما، في حركة السياسة العالمية. لو بتلاحظوا إنه الزول عمل فيها دراسة بيلقوا إنه وظفوها كثير جدا في الغنى السوداني يعني. صحيح. حتى الكلمات الأجنبية أنا قبل كده ذكرت قلت إنه حتى الكلمات الأجنبية وظفوها داخل الغنى السوداني. صحيح. فيعني المسألة بتاعت
انه الغرش يكون، والكلام ده يمكن يكون جريء على المستوى السوداني يعني، لانه صح. مرات بيحصل فيه خلط نعم لما تقول يا رب الجمال نعم. واله فني وكده، نعم لانه الغنى فيه المجاز. صحيح. فهو عنده يعني سلسله من التغني باله فني ورب الجمال ورب السعاده نعم رب ورب الشعور. الفن ورب الشعور. نعم. اي لكن الناس في النهايه فهموها في السياق في بتاعها. السياق الفني لانه الشعراء زمان بيقولوا ربة البيت، مش كده؟ صحيح. يعني ما في الرب ده هو اي زول يعني راعي. نعم. اي رب المنزل رب شأني الأسرة. او اي ما في اشكال يعني. نعم. لكن هو اهتم يعني بالمسألة دي، وحتى هو عارف انه في فينوس وفي آلهة للجمال مؤكد وفي مواكب مؤكد. للجمال. وفينوس بالاسم خاشه في الغنى نعم السوداني. خاشه بالاسم. وملك السبع خاشه في الغنى خاشه السوداني. صحيح. شذا نسمع إله فني. فني ما تقول عني، عندي ليك اسمع الفنون مني. يا إله فني ما تقول عني، ليك اسمع الفنون مني. يا إله فنيكم نظمت قصيد ردد الوادي، لحنها كنشيد صورت شدويك صداها بعيد. صورت شدويك صداها بعيد. بين محب وحبيب لم يتم الرين، هل يوم الحب هل يوم العيد. يا إله فني ما تقول عني، عندي ليك اسمع الفنون مني. لست يا المحبوب شاعرا عربي، قصد بس محصور بالجمال والغير. وانت رب الفن إن فنه مجيد. كنت رب الجمال باسمه وحيد. كنت رب السعادة الجمال كريم.
مرتضى أخفو عني بدور. كثيرة الصورة دي. هاي كتير. مسوا نوركم وشوفوا الجبين الصباح، صباح الله صباح الله لا صباح فائدة في المصباح. بعدين الكواكب احتفلوا بالقمر. بالقمر. المظاهر بتاعت الأنوار اللي بتتزاحم على المحبوب دي. والله الانوار الشعشعانيه الموجوده في الغنى السوداني ده انا ما لقيتها عند سهروردي. وانا مره حاولت لا انظر فيها لقيت انه استخدام النور كثير جدا، لان الناس بيفتكروا انه هو الحقيقه بتغني بس الغنى بتاع الفتاه الراقصه، نعم. لكن ابدا هي بتتكلم عن مخايل الاخرى، يعني بتتكلم صحيح. عن ملامح وخصائص بتاع الجمال بالمناسبه، يعني على مستوى رفيع جدا. مو بيعرفوا انه يعني الجبين المضيء بالمناسبه دي يعني حاجه في الجمال معروفه جدا، يعني نورانيات دي. النورانيات دي عجيبه جدا، يعني زي ما كان بتنسب للنبي انه قالوا كان يعني ينضم الابره في الظلام في النور بتاع جبينه. صحيح. فالزول ذاته اللي بيكون دواخله يعني مشرقه بينعكس نعم صحيح. على جبينه، فدي كثيره جدا في الغنى السوداني. صحيح. الغرشي يعني ما فلتت منه المظاهر بتاعت الجمال اللي قيلت في الشعر بعدين في كونيات كثيرة، يعني مظاهر النجوم. أيوة. والأجرام الكونية دي ايوه عندها حضور كبير جدا في ايوه الناس كان بيفتكروا دي عند ابو صلاح، يعني يمكن ابو صلاح عنده بيتميز بها اكثر، صحيح. لكن هي يعني منداحه في كثير جدا من الغنى السوداني وماشيه السلسله لغايه الغنى الحديث، يعني ما توقفت حقيقه. نعم. أيوة. من اشعه محيك شعشع والأقمار شموس الشمس في سما الاعمار. صحيح. هاي بعدين مرتضى يجيك احساس مرات يعني هذا الغناء المنساب العذب السلس. الملكات، هل هو في المغني الراوي؟ يعني في ناس يتحدثوا عن خليل مثلا المغني المنشد بيطلع الغناء هكذا ملحن جاهز. عبد الرحمن الريح. ايوه. إن رواة المديح عمر يعني البنا. قدام عمر البنا. يعني مثلا حياتي، هؤلاء الرواه كان يعني الواحد بينشئ العمل الفني ده من داخله فيه لحنه فيه قيمه. نعم، معناها اللحن وأنغامه. انت ما بتعرف انه بيكون في تسابق بين الصياغه وبين اللحن، فدي صحيح. مرحله غريبه جدا ما بتحصل فيها وين في المخيله بتاعت الزول وفي احاسيسه. نعم. لكن دي بتكون غمه العطاء، يعني الناس اللي ذكرناهم النجوم الاربعه دي الغرشي واحد من الطائفه دي. صحيح. فلما يكون بتولد اللحن ذاته مع الغنى نعم. دي حتكون اصلها قطعه شوط كبير جدا الغنى قبل ان تخرج صحيح. الى بالاضافه انه هو عازف عود نفسه. نعم. مجود يعني. نعم. كان مرتضى برضه نحن نقدر نتكلم شويه عن يعني التركيبه بتاعت ود القرشي، لانه محطه ملمح كبير عندنا نحن في السهره. صحيح نحن بنحتفي بعثمان الشفيع، لكن هو بشكل علامه فارقه، هو جزء برضه من الحركه الوطنيه. لو لاحظت ود القرشي بيتكلم عن الذكريات نهضت بجيل وأنا كنت حاديها. نعم. وكان أحد حداة الحركة الوطنية ومنشدين الكبار. تلقاه في أغنية الذكريات، تلقاه في بعض وطنياته زي وطن الجدود. صحيح. فالهوى الاتحادي زائد الحركة الوطنية. أيوة. دي كلها كانت جزء من الشخصية السياسية الفنية بتاعت ود القرشي. صحيح. حتى الأغنية اللي بتكون خفيفة زي مثلا في الشاطئ يا حبان، فيها بيقول لك عاوزين ليه الخصام يا اخوان، عاوزينه كلنا شان بالمعنى. نعم. ده. ايوه صح. وهم الناس منغمسين بالمناسبة في التيار العريض بتاع الحركة الوطنية، حتى إذا لم يكونوا يعني فاعلين أساسيين في الفعل السياسي. صحيح. لكن دي المسألة دي مثلا يعني بتنطبق على ود الغرشي يمكن بغصب وافر، بتنطبق على آخرين جدا من الشعراء دي، لأنهم كانوا متصلين بالحركة الوطنية. صحيح. ومتصلين بالزعامات الدينية ومتصلين بالتيارات بتاعت إذا كان التيار بتاع الاستغلالي أو التيار بتاع الاتحادي يعني. نعم صحيح. وهم ذاتهم كانوا في مراكز إشعاع في مناطقهم. أيوة. وعندهم شعر آخر يعني يمكن يكون ما مغنى، الشعر سياسي اللي الرموز الدينية، الشعر السياسي، الشعر بتاع الأناشيد مناسبات. لكن ود الغرشي بالمناسبة عنده سهم كبير في نعم. المسألة بتاعت الغنى الوطني يعني. صحيح. زي وطن الجدود، ما يعني لو شفتها وطن الجدود بتلقى فيها يعني فهم للمرحلة السياسية المعينة، يعني كلام عن الوطن بصورة مختلفة. ده نوع الغنى الوطني زي مثلا سوداني جوا وجداني بريده، الما مرتبط بزعامة معينة، بمرحلة سياسية معينة، بتنظيم معين. صحيح. ده الغنى الوطني اللي لسه احنا بنحاول نفتشه وما نلقاه. لأنه الأغاني الوطنية بتقدر تستمر لفترة طويلة في وجدان الناس من غير ما تؤثر عليها التغييرات السياسية. صحيح. دي الغنى الوطنية. نعم، لأنه فيها رمزيات شفيفة بالضبط. ما مباشرة، ما فيها كلام عن العصر وكده. بالضبط. برضو يا مرتضى لاحظنا مثلا ود القرشي بغني مثلا عن مؤسسات. أيوة. زي حنتوب.
ايوه صح. حنتوب دي هي مدرسة يعني، وبرضها كان عندها شأن في الحراك الوطني وجزء من تاريخ الحياة العامة في السودان. فحنتوب الجميلة يعني كيف يغني شاعر لمدرسة دي مثلا. افتكر من ابدع الاشراقات بتاع الاغنيه السودانيه، واللي هي بتاكد انه الغنى السوداني فعلا شامل. كان ديوان للحياه الاجتماعيه بالمناسبه. صحيح. يعني لانه حنتوب دي مش مجرد حنتوب منطقه يعني، نعم. كان بيغني للتعليم وبيغني للوطنيه الشباب العامل الشباب لوطنه العامل السبب. لوطنه. ايوه. نعم. لا، وفيها غنية عالية جدا يعني. الواحد فعلا كان انا لا امل اسمع هذه الاغنية يعني، لانها هي بقدر ما فيها كلمات جميلة جدا وبسيطة، فيها استلهام واستنهاض للناس، والغناء بالتعليم وبالنهضة وبالحركة. صحيح. وللنيل باقية شامة، والهدهد علامة الرمز بتاع المدرسة. نعم. هو الناس بيحكوا بيقولوا انه عملها في فترة وجيزة يعني، صحيح. لكن انفعل بها يعني في وقت معين، في مرحلة معينة. فشوف الانفعال بتاع اللحظة ممكن يعني يخلد نفسه على مدى طويل جدا في الأغنية السودانية، وتظل واحدة من العلامات في الأغنية السودانية. صحيح. زي سحرتني الجزيرة يعني ايوه جميلة بتاعت مبارك المغربي. سحر الجزيرة. سحر الجزيرة يعني. نعم. الاثنين الخير. الخير الخير عثمان. اللي هو ده برضه نحن نرجو الناس يعني برضه يحتفوا به يعني. صحيح والله. انه قدم نماذج من الغنى بصورة جميلة جدا يعني. برضه مرتضى من الاشياء اللي بيحكوها الناس عن ود القرشي، يعني عنده تأكيدات. مثلا يقول لك جالسني بنفسه في اوقات السحر. ايوه. ساقيني بايده. ايوه. يعني دي طبعا الانسان بيجلس بجالسك يعني بنفسه كلمة اضافية. نعم. ساقيني بايده تستر أيوة. اليد. فدي يعني بيقولوا دي من الاشياء بمجرد ما تسمعها بتعرف انه هذا العمل لعوض الكريم القرشي. حقيقة بالنسبة للشعراء السودانيين كل واحد عنده خصائص معينة، في لازمات وفي طريقة تفكير وطريقة استخدام مفردات، طريقة تعبير. انت لو سمعت اغنية بتعرف انها دي بتاعت منه يعني. نعم. هل دي بتاعت ود القرشي، دي بتاعت مش عارف غيره يعني، لانها عنده استخدام معين يعني. انا لو كلمة دي لو سمعت كلام اي ود القرشي بعرف دي بتاعت ود القرشي يعني. صحيح. ودي افتكر دي النجاح بتاع الكتابة بتاعت الاغاني. أو الشاعر إذا كان هو بيعبر الشعر بينسب لذاته حتى في غيابه، حتى بدون معرفة اسمه. صحيح. فكرة النجاح الأكبر معناه هو عنده تفرد من الآخرين، عنده بصمة. وهو بغني في الحقيقة للحياة. عشان كده يا شذا حنسمع لحن الحياة.
السمن. جالسني بين السوق جنني وأسهر، غامرني بين نوره الكماح القمر. بس ننسى كيف انك وانت الوحيد بالذات الكنا ذاكر انك محبوبي محبوبي الجميل. وفيما الملامة يا حبيبي، وكل هيامة يا روحي، ويا من دعامة يا حبيبي، سلاما سلاما يا روحي. وذكرى محبي يا حبيبي، تموج بقلبي يا روحي. نفوس دنك محبوبي، لحن الحياة منك غادون، يصير الماضي وصرنا ناس انك محبوبي. سلام يا شذا. أغنية ما سهلة لكن يعني الشيت في تحدي وعمل صعبة. صعبة. أغنية صعبة جدا، ملامة. صعبة جدا هاي، لكن جميلة لأنه فيها توشيح وفيها موسيقى داخلية. صحيح. بعدين القفلة بتاعت محبوبي جميل صعبة جدا، صعبة أغلب جداً. الناس بيقعوا فيها. أنا أفتكر إن الأداء ده أداء رائع رائع جداً. جدا. في روح أغنية الأوركسترا نفسها. ما في شك، دي ناس خطرين. نعم الموسيقيين السودانيين ديل أظن يوم ما بعرف 200 يجي، لكن نعم. أنا شفت يعني مجموعة موسيقية سودانية عندها ذاكرة في الأغاني بالشكل ده، يعني صحيح. من غير ما يكون في موسيقى. بعدين الغنى السوداني معقد جدا، نعم. واللازمات بتاعت ناس مشاربهم مختلفة جدا في اللحن. صحيح. ده عنده لازمة هنا، ده عنده قطعة، ده عنده مدة. نعم. فالناس دول بيحفظوا في أي وقت، ممكن تقول لهم غنوا الأغنية دي بيغنوها، صح. ما عارف كيف، صحيح. من غير ما تكون قدام النوتة. والغنى ده موجود في وجدان ده الناس. معناه مشربين به، والناس مشربين دي به، نعم. هذه العصبة يعني نعم. حقوا الناس يعني يهتموا بها أكثر. نشكر أخونا عبيد برضو الأشرف يعني على هذا العمل، ومن حيث التوزيع والأداء وكده، ويعني حقيقة أخونا عبيد كل مرة بيجيب يعني من الدرر وبيقدم أصوات يعني شذا. تقول شنو ليه عم عبيد؟ عم عبيد ده يا أخي أستاذنا وحبيبنا وأبونا وخالنا.
والأوركسترا وكل الأخوان إن شاء الله، ومشكور جدا يعني هنا ساعدوني وخالو عبيد طبعا، عم عبيد ما بنقدر نقول له أستاذ عبيد. كفاية عبيد وكفاية. مرتضى في برضو يعني تجربة عثمان الشفيع ما وقفت بس على ود القرش، ايوه شارك فيها عبد المنعم عبد الحي، ايوه شاركوا فيها شعراء آخرين يعني. ده غير الروائع اللي اشتغلها لأغنية الحقيبة مثلا زي أيوة. في الضواحي وعتيق. وطرف العتيقيات وكذا يعني. ناعس الأجفان. وناعس الأجفان وأنا من صفاك مسحور. فهذه الموهبة وهذا اللقاء يعني يجي شاب من شندي من أقصى شمال السودان ليلتقي بعوض الكريم قرشي، ليلتقي بعبد المنعم عبد الحي من الموردة. يعني ماذا تقول عن هذا المزيج يعني؟ والله هو ده دي عظمة الفن السوداني، انه هو يمكن تجاوز ما لم تتجاوزه السياسة والأوضاع الأخرى يمكن الاجتماعية. صحيح. لأنه كان يعني هو كان فعلا عمل رابط قوي جدا بين مختلف جهات السودان وحتى مختلف أنغام السودان. صحيح. من فترة مبكرة جدا يعني، عشان كده الغنى السوداني أفتكره هو من أكثر العوامل اللي بتؤدي إلى الوحدة والتساكن الاجتماعي في السودان. نعم. على طول الفترة أصلا الغنى ما كان السوداني ده، الناس اللي تداولوه ده ما كان أصله عامل بتاع فرقة يعني، فكان عشان كده بتلقى إنه في تمازج وتقارب بين فنان وشاعر قد يكون من مناطق متباعدة جدا أكثر من فنان وشاعر من منطقة واحدة. لكن الغنى بيتجاوز. الشفيع لو كان يكتفي بإثنائيته مع غرش لكفاه. نعم. لكن طبعا نوع كثير جدا. يعني لو برضه مسكت الغنى اللي غناه ما ذكرت عبد المنعم عبد الحي مثلا او مبارك المغربي. اللي هو ده كان من اوائل الغنى يمكن البدا به يعني. مبارك المغربي ذاته كان تاثر بالغنيه بتاعت الحقيبه وعمل عليها الباسم الفتان يعني. صحيح. عبيد على وزن غنية عبيد عبد الرحمن. ايوه. انا كنت متذكرها قبل شويه يعني، اللي هو مع عليها الباسم الفتان حياة خيالي. نعم. واستمر يعني، استمر عطاؤه مع شعراء اخرين يعني. نعم. عشان كده الشفيع يظل صوت يعني قوي جدا في الاغنيه السودانيه. صحيح. بجانب يعني انه هو برضه في موسيقيين شاركوا في مشروع برعي. مؤكد. يعني منهم برعي دفع الله يعني شارك. مؤكد. كمان الورشي يعني عنده غنى جميل جدا من فنانين اخرين يعني مثلا يلاك يا عصفور نغني له احمد المصطفى. هذه اغنيه جميله جدا يعني. صحيح. ارجو الناس اللي بغنوها ينتبهوا لها، لانه دي من الاغاني يعني اللي فيها تشطير. صحيح. والشطره الاخيره اللي قبله بتبدا باول البيت يعني، فالناس مرات بيغلطوا في المساله دي يعني. صحيح. اذا قلت يلاك يا عصفور نزور ملاكي فلازم تنتهي بالخمر في لونه والخد زاكي. صحيح. يعني او بحكي لك اشعاري وطولت شاكي. صحيح. فما ممكن تعمل قفله بمسرح بادي بشطره اخرى يعني. صحيح. وهي اغنيه جميله جدا سارت في الاغنيه السودانيه فتره طويله جدا يعني، وغنوها ناس مختلفين كثير. دكتور مرتضى، في يعني على ذكر عبد المنعم عبد الحي يعني مركز عبد الكريم مرغني تفضل بنشر مذكرات عبد المنعم عبد الحي. ايوه. عن طريق الاذاعي المصري المتميز يعني فؤاد عمر. فدايرين يعني إضاءة حول عبد المنعم عبد الحي، يعني من هو وما هي مساهماته يعني؟ عبد المنعم عبد الحي يعني ما تسعف منه الذاكرة الآن إنه زول قدم للأغنية السودانية أغاني عجيبة جدا ومتنوعة جدا، وهو كان زول موهوب جدا الحقيقة، مع إنه حياته عاشة مناصفة يعني. نعم. بين السودان ومصر، لكن كان عرف الأغنية السودانية، عرف المزاج السوداني. صحيح. فلم يخرج عنه إطلاقا. نعم. أغانيه فيها تجديدات غريبة جدا وفيها أفكار جميلة جدا منصورة فيها يعني. لو مسكت أي أغنية من أغانيه بتعرف إنها بتاعت عبد الحي يعني الحقيقة. أنساني وأنا أنساك. أنساني وأنا أنساك. وبعدين زول كان موهوب جدا في إنه يصير تعرف إنه الفنان المعين ممكن يغني يا تغني بياتو لحن. صحيح. من عثمان حسين ناس لا خلاص ناس لا. لأنه كان عثمان حسين كان بيردد في لا بمعنى إنها صوت موسيقي. نعم. وكان داير اللحن ده، فهو قال سماهم ذاته الناس لا يعني. اللي هي برضه عندها معنى يعني. الناس رافضين على طول يعني. الحقيقة والله بيحتاج لمساحة أكبر عبد المنعم عبد الحي. أنا من الناس المعجبين جدا بشعره. نعم. لأنه هو يعني أغانيه متميزة جدا يعني،
وبرضه غنى اغاني الرحلات واغاني المسادير واغاني الاخوانيات نعم زي رملتنا بيضة صحيح. وزي ارض وحسن الكنانة. نعم. يعني عنده اغاني فيها نسيت ايامنا. والنسيت ايامنا أيوة. في الجزيرة العايمة نعم اللي هي بغنيها الشفيع. ايوه حقيقة يعني رجل موهوب جدا. نعم وانساني ذاته. يعني هل دي اغنية لحبيب؟ هل دي اغنية معاتبة للكون؟ نعم. هل دي اغنية في عن شكوى ذكرى؟ حال؟ هل دي اغنية بتاع الذكريات؟ هل صحيح. يا حبيبي الدنيا يوم بتروح نعم لا بدوم لا فرح لا لا نوح نوح. نحن اليوم زهور ورود بتفوح غدا نصبح حطام. طعم اشواك وتزورون الرياح في الدوح فليه. يعني كانه زول بيستشهد يعني بقول صحيح صح. بيسترجع الدنيا والكون والحياة وقصرها في المعاتبة وكده. نعم يعني عبد الحليم عبد الحي زول فنان غريب حقيقة في كل صحيح. اغانيه. صحيح. برضو يا مرتضى من يعني الاشياء الغريبه في الاغنيه السودانيه مثلا المطالع. يعني هسه الاغنيه اللي حتقدمها لنا الاخت شذا الشاغل الافكار. يعني تصور انه مطلع مثلا يبدا باجسامنا له جسمين ايوه او الشاغل الافكار. يعني هذه الخاصيه في مطالع الغناء السوداني. يعني مثلا الاغنيه اللي استمعنا لها قبل شويه لحن الحياه هي اسمها ملامه. أيوة. لكن المطلع السائد هو لحن الحياه لانه ده البدايه بتاعت صحيح صحيح. انت فتحت باب صعب جدا. المطالع في الاغاني السودانيه دي فعلا غريب جدا ما بتشبه يعني خارجه تماما عن الاطار بتاع الاغاني حتى في المشرق وفي المغرب والاغاني العربيه وكده لان عندها جرأة شديده جدا في المطالع. صحيح. يقول لك احرموني ولا تحرموني اول كلمه مثلا مش عارف شموس عفوا بدردور. صحيح. يعني لو مسكنا ما رأيت في الكون يا ما حبيبي رأيت في الكون. نعم. اغاني مطالعها غريبه جدا لكن بتفسر كمان الاغنيه وانت اللي قدام كلها. الاغنيه كلها بتكون مبنيه على نفس المدخل اللي اتعمل ده اذا كان مدخل بتاع حرقه او مدخل وجداني او مدخل بتاع وصف او مدخل. فالاغنيه بتسير على دي كانها بتديك الملامح بتاعت الاغنيه كلها. فيها جرأة يعني شاغل الافكار. ايوه من الاول ايوه بعدين سلمت قلبي وسار هل من عودة. شذا الشاغل الافكار.
أشكي وأبكي الكنار الحبيب أشال القطار هل من عود أشاغل الأفكار سلمته قلبي وسار هل من عود
مرتضى؟ لا 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 ما هذا الغناء؟ والله ده كلام غريب. هذا هو الغرش يعني الحقيقة، وهذا هو اسمه الشفيع. نعم. فإبداع عجيب جدا الحقيقة، يعني في انسجام كبير جدا بين الكلمات وبين الألحان، بين الروح اللي أملت مثل هذا الغنى يعني. صحيح. يعني زي القطار المرة اللي هي دي برضه أغنية خالدة جدا يعني. نعم. مم. برضو بالحركة نجد بتاعها. في صور كثيرة في مثل هذه الأغاني، يعني الانتقال في الموضوعات يا دكتور مرتضى من موضوع إلى آخر، يعني تجد أن هذا الأغنية ليست أغنية الموضوع الواحد كما في الأغنية العربية مثلا المصرية، نجد فيها كلام على الوطن، كلام على الذكريات. أيوة حقيقة في تنوع، لكن في روح واحدة مشتركة. صحيح. لكن هي بتكون فيها أفكار كثيرة جدا مرات وصور كثيرة جدا يعني. عودة للوطن، عودة للحركة، ذكريات خاصة بالشاعر، نعم. ذكريات بالمجموعة، ذكريات برحلة، نعم. ودي كلها بتخش في سياق بتاع أغنية واحدة، بتكون حاجة جميلة جدا. صحيح. حقيقة فعلا. وده الانطباع اللي بيخلي الأغنية السودانية يعني الأعمال الفنية دي أي واحد يلقى فيها نفسه، يلقى فيها حقيقة شيء من ذكرياته، شيء من شخصيته. لا، هي الأغنية الحقيقة فيها أفكار كثيرة، الأغنية السودانية فيها أفكار كثيرة. دائما قاعد أقارن بينه وبين الأغاني الغربية والأغاني المصرية والشامية. هناك بتكون في يعني حالة شعورية واحدة يعني، وبعدين فيها ترديد. لكن الأغنية السودانية فيها مشاهد أكثر، فيها أفكار أكثر، نعم. فيها ملامح أكثر، عشان كده خصوبة يمكن أكثر. فيها خصوبة أكثر. يعني هي أكثر خصوبة يعني. حقيقة هي مصدومة يعني على المنطقة، على مستوى المنطقة، لأنه فيها أفكار عديدة جدا. حتى الأغنية عندما بدأت يعني في العشرينات برضه كانت فيها أفكار غريبة جدا، فيها ملامح. صحيح. ملامح وطنية، ملامح بتاعت الذكريات، ملامح من المشاعر، انعكاسات، وصف لرقصة، وصف لحفلة. بعدين طبيعة. مثلا زي القطار مرة يعني، مع حركة القطار يقول لك قلبي زاد خفقانه، نعم. وزاد كمان في ولاه. يا سلام. وفي يعني بتلقى في أفكار أكثر، وبعدين في تحويل المشاعر طوال يعني، في وصف المشاعر الداخلية والانعكاس الخارجي. نعم. افتكر دي ميزة في اللغة مع حركة الكائنات مع نفسها. حركة الكائنات. برضو أنا نجيب شوية مرتضى في شخصية الشفيع. يعني الشفيع جاء يعني وسط أريكة بتاعت عرش الغناء، في الكاشف، في أحمد المصطفى، في حسن عطية، في باقي مبدعي حقيبة الفن موجودين، ولكن استطاع هذا الفتى الريفي القادم من شندي أن يثبت نفسه كصوت متميز. الناس الآن بتتحدث عن أنه شخصية عثمان الشفيع نفسها لم تكن شخصية عادية كغيره من المغنيين، غير مليء بالعزيمة، بالإرادة. حتى يعني لما حصلت له يعني حاجات عن الحادث الشهير، نعم، هذا لم يقعده عن مواصلة الغناء، وظل يعني يعطي حتى آخر رمق. والله أعتقد هو من جبابرة الغناء السوداني، لأنه فعلا الواحد اللي بينظر للساحة السودانية الغنائية في تلك الفترة كان من الصعب جدا نلقى فيها مقعد، لأنه فيها جيل سابق يعني تربى على عرش الغناء، لأنه كان جزء من صناعته، وجاء جيل لاحق أضاف إضافات ضخمة جدا فيه يعني، اللي هو اللي تكلمنا عن حركة التجديد اللي عملوها ناس عبد الحميد يوسف والكاشف وجو اسمه حسين وحسن عطية. وكده كان فعلا من الصعوبة جدا تلقى نزول جاي يعني هو أعزل من السند ومن الخبرة ومن التجربة، ولا خلفه فرقة موسيقية ولا خلفه موسيقار ولا كده. نعم. لكن برضه يستطيع أن يتلمس طريقه يعني، وبسرعة جدا يشق، لأنه كان عارف الغنى القديم ومتبعه، وحاول أنه يعمل ذاتته الخاصة يعني. صحيح. فبسرعة جدا شايف تلمس يعني غناء معين من شعراء مختلفين، وفي أغاني برضه لقاها قديمة فأضاف لها من ذاته ومشابهها. صحيح. وافتكر هو من الفنانين برضه ممكن تقول هم كانوا ركائز الغناء السوداني، اللي هم ما بعدهم تأثر بهم تأثير كبير جدا يعني. كان من الصعوبة جدا انه زول يقدر يخترق الساحة الغنائية السودانية اذا ما كان عنده موهبة حقيقية. صحيح. وده ما يحدث الآن يعني، الناس ما يتضجروا يقولوا والله ما يلاقن طريقة. أي موهبة إذا كانت قوية بتشق طريقة، تفرض نفسها. نعم. ماذا عن حنجرة الشفيع؟ والله هذا المزيج ما بين القوة والجمال والعبيد يعني. الصوتيات انا ما بعرف فيها الحقيقه يعني، لكن انا زول كمتلقي يعني بعرف. فكر انه يعني ما زال زول بيفتقد اللونيه الغنائيه اللحنيه الصوتيه بتاعت الشفيع يعني. نعم. لانه فعلا عنده سمعناها قبل شويه يعني، عنده صعود غريب جدا. صحيح. لو ما كان فعلا يعني فنانه رائعه زي الاستاذ اللي معانا شذا، ما كان افتكر بيقدر، لانه هي صعبه جدا طلوعها يعني. نعم. ودي كثير جدا في اغانيه يعني الصعود يعني. نعم. تلقاها
الأغنية بتاعت أنساني، يعني فيها أغاني كتير جدا تلقاها في الذكريات. نعم. يعني المد الطويل بعدين المد المنقم. نعم. أنا أفتكر هو مدرسة لحنية، يعني صعب جدا تقدر تغني ليه زي ما أنت تشربت به مذهبه الغنائي. صحيح. ونجد انه برضه يا دكتور مرتضى في ناس حاول يعني الشفيع يطبعهم بستايل واسلوبه في الاداء، منهم مثلا خوجة عثمان، منهم الفنان الخالدي، يعني عدد كبير جدا من ناشئة افتكر هو مدرسة بقدر ما كان الفنانين تأثروا كثير بالشفيع. افتكر بقدر ما كان كاشف مدرسة كانت اللي قد سيرورة ما بعدها، وزي ما كان كذلك عثمان حسين وابراهيم عوض، يعني خرجوا من عباءتهم فنانين كتار جدا وبعدين شقوا طريقهم. افتكر الشفيع برضه صاحب مدرسة يعني. نعم. كلامك صحيح، الناس دي اللي تأثروا فعلا وما زال بتلقى فيه نفس من الشفيع يعني. صحيح. بعدين دي إضافة لهم يعني ليست خصما. نعم خصما. وهي طبعا التشبه يعني بالاساتذه، تشبه بالرجال فلاح. بالرجال فلاح وبالنساء ايضا. واولهم طبعا شذا هيبان اللي قدمت لنا مرتضى هذه الروائع واحيت، يعني اعطت دوره حياه جديده. وشكري الجزيل للاوركسترا الموسيقيه بقياده واشراف اخونا عبيد، وشكري لك اخ مرتضى. هذا الامتاع والسمر والمؤانسه الجميله والنظر في الاغنيه السودانيه اتجاهاتها، وهذه السهره الحقيقه هي اضافه لما يحتشد في ذهننا وفي ذاكرتنا من افكار حول الاغنيه السودانيه. اتمنى اخ مرتضى ان يتواصل الحوار معك في لقاءات اخرى. مع اكيد شكري، الى اللقاء.